السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا على خير. فيديو اليوم ان شاء الله نشارك معكم شباكيه اللي كتجي معلكه لذيذه بزاف غزاله. ف كيف شفتوا معايا في اول الفيديو طريقه ديال التقطاع سهله بزاف، كتجيب لكم الشرائط كلهم قادين وكتسهل لكم العمل. فكيف كتشوفوا هنا معايا شباكيه راها معلكه، اون فوا كتحديو فيها بيديكم دغيا كتلقاو على انها رطبه بزاف. فكنتمنى ان شاء الله فيديو اليوم ينال اعجابكم. اذا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه وعجبكم المحتوى ما تنساوش تدعموني واشتركوا في القناه، بارطاجيو الفيديو وندوزوا الطريقه والمقادير. بالنسبه للمكونات فانا غنخدم فقط ب9 كيلو من الدقيق. فبالنسبه ل9 كيلو ديال الدقيق فهادشي اللي غنحتاجو ليه. غادي نحتاجو نصف كاس من الزنجلان اللي هو السمسم، كناخذو كنحمصو كنحمرو شويه فوق المقله، من بعد كنطحنو مزيان حتى كيطلق الزيت ديالو وكيولي يا اما على شكل عجين او لا على شكل براليني. انا هنا ما تطحنليش مزيان. من بعد مني غادي نطحن كلشي ولا غادي نخلط كلشي، فغادي نصفيه باش ما يبقاوليش حتى شي تكتلات ولا شي حاجه. غادي نحتاج بنفس الكميه يعني ديال اللوز، نصف كاس من اللوز اللي كناخذو كنحمرو في الفران، هو كنطحنو مزيان حتى كيولي اما براليني او لا كيولي باش على شكل عجينه. فانا كيف كتشوفوا معايا كيبقى ينفرش شويه. هنا غادي نحتاج ربع معلقه من حبه حلاوه، قليل من الملح، ملعقه صغيره من النافع، معلقه كبيره مملوءه من القرفه اللي تكون من نوعيه جيده. هنا غنحتاج فقط اصفر بيضه، ماشي اصفر بيضه كلها، فقط النصف ديالها. هنا غادي نحتاج نصف كاس من الزيت اللي مخلط بين الزيت العاديه والزيت الروميه. غادي نحتاج نصف كاس من الزبده اللي تكون نوعيه جيده، ممكن تستعملوا الزبده العاديه، هي انا كنستعمل نوعيه جيده فكتعطيني المذاق اللي هو احسن. هنا غادي نحتاج ربع كاس من الخل العادي اللي كنخدموا به. وغادي نحتاجوا الماء الزهر. بالنسبه للماء الزهر فغادي نحتاج كاس الا ربع من الماء الزهر. ممكن الا بغيتوا ما ديروش كامل الماء الزهر ممكن تخلطوا بين الماء الزهر والماء. انا كندير كاس الا ربع من الماء الزهر كامل اللي حتى هو يكون نوعيه جيده باش كيعطيكم مذاق اللي هو زوين. هنا غادي نحتاج ضمن زعفران، الا متوفر عندكم زعفران شعره يكون احسن، ما متوفرش فكتاخذوا ضمن ديال الزعفران. كنحاول انني ندوبها بديك الماء الزهر. وغادي نحتاج هنايا شويه ديال المستكه ولا المسكه الحره، كناخذ تقريبا واحد 3 ولا 4 ديال الحبيبات كندقهم شويه مع السكر كلاصي وكنضيفهم حتى هما للخليط. غادي نحتاج بعض النقط ديال روح الزهر، ماشي روح الزهر، روح اللوز، يعني اختياري، ممكن تضيفوه ممكن تستغناو عليه. هنا كناخذ خلاط كهربائي كنضيف المكونات ديالي كاملين اللي ذكرت لكم الا البيض هو اللي ما غنضيفوش. غادي نخليه حتى غادي نخلط هاد المكونات كامله، عاد غادي نبدا باضافه ديال البيض. يعني هنا من بعد ما غادي نخلط مزيان حتى يتجانس لي كلشي مزيان، عاد ديك الساعه غادي ندير اصفر البيض وغادي نحاول نخلط ماشي بزاف، فقط غير شويه باش يندمج وصافي كيكون عندي الخليط واجد. ممكن انكم تستغنوا على هذه الطريقه وديروا يعني غير بيديكم عادي. هنا من بعد كيف كتشوفوا هذا هو الخليط ديالي. من بعد ما كيولي بهذا الشكل هكذا غادي نضيف له الدقيق اللي يكون منخول يعني يكون مغربل، وغادي نضيف نصف ملعقه صغيره من الخميره الكيميائيه. وغادي نبدا كنحاول نخلط العجين ديالي اولا الخليط ديالي باش نحصل على واحد العجين اللي يكون قاصح. يكون قاصح مزيان، ما يكونش بحال العجين ديال الخبز، لا يكون قاصح. كل ما كان قاصح كل ما كيعطيكم واحد النتيجه اللي هي احسن، يعني من بعد كيولي كتولي الشباكيه ديالكم هشيشه. فصافي هنايا غادي نبقى كنضيف الدقيق بشويه كياخذ معايا تقريبا اقل من 500 غرام، واحد شويه، يعني هذيك 500 غرام كتبقى منها واحد شويه ديال الدقيق. فصافي هنا بعد ما كتشوفوا هذا هو الشكل ديال العجين ديالنا كيكون قاصح. غادي ناخذو بغيتو تدلكوه هو من الاحسن انكم تدلكوه واحد شويه، ماشي بزاف، كتعطي واحد 5 دقائق ديال الدليك. من بعد كنديروه في بلاستيكه وكنخليه انا ليله كامله، يعني كنخليه في بلاستيكه يرتاح ليله كامله. ممكن تخليوه ساعه ولا ساعتين من بعد ترجعوا له. من بعد ما كيف ما خليتوه كيف قلت لكم ليله كامله لغدلي فاش كناخذو كنقطعوه كيف ما شفتوا على 4 وكنبدا كنطلقوه بهذا الشكل هذا. كنطلق وكنطوي بحال شكل بزيطين بهذا الشكل، يا اما على 3 او على 4 كيبقى لكم الاختيار. اون فوا ما كنطوي مباشره كنوضع العجين ديالي في البلاستيك، يعني ما كنخليهش معرض للهواء باش ما كيقصحش. كيف كتعرفوا العجين ديال الشباكيه كيدغيا كيقصح. فانا كنحاول انني نشكل كيف ما قلت لكم، يا اما على شكل 3 او على شكل بسطام، يا اما
3 طوبيات اولا 4. هنا كيف ما شفتوا معايا هنا درت 4. فصافي غنحتفظ بالعجين ديالي كامل في البلاستيك كيف ما كتشوفوا معايا بهذا الشكل، وكنخليه يرتاح تقريبا نص ساعه باش يتطلق معكم بسهوله، اولا ممكن تخليوه ساعه اللي بغيتو. من بعد كناخذو كنبدا كنطلق فيه بهذا الشكل هذا، يعني كنقطع الحجم اللي غنقدر نخدم به. ما هنا ما غاديش نخدم بالاله يعني ديال التورق، فغادي نخدم غير بيدي، يعني غنطلق غير بالمدلك. فكنحاول انني ناخذ الكميه اللي غادي نقدر نتحكم فيها. فصافي هنا كنحاول نطلق حتى كيتر يولي داك العجين ديالي رقيق، يعني العجين ديالكم ما كيخصوش يكون غليظ. من بعد كناخذ هنايا الجراره ديالي وكنحاول انني نقطع بهذا الشكل هكذا. انا في العرض ديالها كيبقى تقريبا 8 سنتيمتر. هنا بهذه الطريقه هذه ممكن تديروها ممكن تستغناو عليها. فهذه كتجيب لكم داك الخطوط يعني متساويين ومقادين، يعني كيف كتشوفوا هنا معايا انا كندير دائما كندير 4 ديال يعني كنضرب 4 المرات وفي الخامسه كنقطع، يعني هذه الخامسه كنقطعها. فكيف كتشوفوها الاولى الثانيه الثالثه الرابعه والخامسه هي غادي نقطع فيها، يعني 1 2 3 4 والخامس عاود كنقطع بهذه الطريقه. كيف كتشوفوا كيجي الشكل ديالهم مقاد، يعني مقاد بزاف. فصافي بنفس الطريقه كمل، يعني 1 2 3 4 والخامسه كنقطع، 1 2 3 4 والخامسه كنقطع. غتشوفوا معايا الطريقه ديال التشباك. الا بغيتوا بوضوح بزاف الفيديو اللي قبل من هذا ديال الشباكيه كان موضح بزاف. فكيف كتشوفوا معايا هنايا بهذه الطريقه كنشبك، يعني كناخذ الشريط الاول على الشريط الثالث والشريط الاول والثالث كنديه للخامس وكنطوي. غادي نعاود معكم بشويه. فانا كتاخذوا الشريط الاول على الثالث والثالث كنديه عند الخامس وكناخذ الودينات ديال هذا الخامس كنحاول نتكهم بحال الشكل هذا باش ما يتحلوليش. واش جوج شرائط اللي بقاو لي كنجمعهم مع بعضياتهم وكنقلب الشباكيه وكنحاول نقاد لها الشكل ديالها وكنورك على داك الودينات باش ما تحليش. وبهذا الشكل كنكون كملت الشباكيه ديالي كامله. كيف ما قلت لكم الطريقه ديال التشباك بالتفصيل غادي تلقاوها في الفيديو اللي قبل من هذا. هنا بالنسبه للعسل من بعد ان شاء الله غادي نعاود نحط الطريقه ديال العسل. انا هنايا العسل عندي ديال الدار كيف كتشوفوا معايا. هنا العسل كنخدم به بارد. هنا الشباكيه خليتها يا اما تخدموها في الصباح وتقليوها في العشيه، اولا الا خدمتوها في العشيه تقدروا تخليوها حتى لغد ليه وتقليوها ماشي مشكل. هنا كنوجد داكشي اللي غنحتاج كامل. هنا كتاخذوا الزيت كتسخنوه، يفوا ما كتسخنوه كتنقصوا عليه العافيه، يعني العافيه خصها تكون مهيله بزاف. من بعد كنبدا كنوضع الشباكيه ديالي. ما تخليوش العافيه يعني مرتفعه باش ما تشولش وكتاخذ اللون هكا كتبان لكم راها طابت ومن الداخل كتلقاوها باقا خضراء، يعني العافيه تكون مهيله. كنبقى كنحرك بهذا ديال الشوا، يعني بشويه كنحرك. من بعد كنبدا كنقلب الشباكيه باش تحمر لي. المهم من بعد ما كتاخذ اللون اللي نتوما بغيتو، كاين الناس اللي كيبغيو الشباكيه تكون محمره بزاف، كاين اللي شويه، يعني كيبقى لكم الاختيار. اللون اللي يعجبكم صافي تحيدوا ديك الشباكيه ديالكم. المهم العافيه اللي هي تكون مهيله. مباشره ما كنحيد هذيك الشباكيه من فوق الزيت مباشره كنوضعها فوق العسل اللي تيكون بارد. ضروري يكون العسل بارد. بالنسبه للعسل كل ما كان بارد كل ما كيعطيكم نتيجه لي احسن. فصافي هنايا كنحاول انني نغطسهم كاملين في داك العسل ونخليهم اطول مده. فانا كنخدم ماشي غير بهذا العسل هذا، كنخدم بواحد اخر، يعني كنخدم القليه الاولى كنديرها في داك العسل والقليه الثانيه كنديرها في عسل اخر. صافي انا بعد ما ساليت كامل القليه وعسلت كلشي كناخذ هنايا شويه ديال العسل الحره باش كنحاول نعطي داك الشباكيه مذاق اللي هو زوين ديال العسل الحر. وكنحاول انني ندير من الفوق ديال ديك الشباكيه كامله باش انها كلها تاخذ شويه من داك العسل الحر، يعني كتعطي واحد المذاق اللي هو زوين. فهذا هو الشكل ديال الشباكيه ديالنا. هنا غادي يبقى لي غير باش ندير لها الزنجلان، اولا ممكن ديروا لها اللوز اللي بغيتو، ولكن الزنجلان كيعطي منظر اللي هو زوين. كيبقى لكم عاود الاختيار. فهنايا صافي كنبدا كنوضع هنايا كيف كتشوفوا معايا الشباكيه يعني كنحاول نقادها وكنبدا كنوضع الزنجلان، يعني طبقه فوق طبقه، وانا كنوضع الزنجلان باش كتجي الشباكيه كلها فيها الزنجلان. هذا هو الشكل النهائي ديال الشباكيه ديالنا. نتمنى الفيديو اليوم من